ماذا الكبر عباد الله؟ يا لاهيا في غمرة الجهل والهوى على فرش الردى يتقلب تأمل هداك الله. الكبر هو غمط الناس وبطر الحق. لا تتكبر فللكون رب أكبر. من تواضع لله تعالى رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. أتدري يا عبد الله ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين صوتك الشجي ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما أنتنك؟ أين حركاتك ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفكرك؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ليس الافتخار عباد الله بالحسب ولا بالنسب ولا بالأموال، إنما الافتخار هو بالعمل الصالح والتواضع لله عز وجل. التواضع هو الخضوع والإذعان لله رب العالمين. ما تقدرش على مخلق ربنا، يمكن اللي انت بتتكبر عليه ده هو أحسن عند ربنا منك. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر فيطأهم الناس بأقدامهم. فيا عبد الله كن من المتواضعين، تشبه بالرجال وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. وخير الناس من كان متواضعا لله عز وجل. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس ما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في آدم مثل الرأس مكرمة وهو ب5 من الأقذار مضروب. أنف يسيل وأذن ريحها سهك والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. أقصر فإنك مأكول ومشروب. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي وأستعين بك وأستغفرك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك. أحمدك ربي فأنت المحمود وأنت للحمد أهل، وأشكرك فأنت المشكور وأنت للشكر أهل. وأشهد أن لا إله إلا الله. قيل للإمام الشافعي يا إمام ما الدليل على وحدانية الله؟ فماذا قال الإمام؟ لم ينظر إلى السماء وارتفاعها، ولم ينظر إلى الأرض واتساعها، ولم ينظر إلى الشمس وشعاعها، ولم ينظر إلى البحار وأمواجها، ولم ينظر إلى الأفلاك ومدارها، ولم ينظر إلى الجبال وشموخها ورسوخها. إنما قال الدليل على وحدانية الله ورقة التوت. ورقة التوت دليل على وحدانية الخالق. قال الإمام تأكلها الدودة فتخرجها حريرا طريا، وتأكلها الشاة فتخرجها لبنا صفيا، وتأكلها النحلة فتخرجها عسلا شهيا، وتأكلها الغزالة فتخرجها مسكا نقيا. المادة واحدة ولكن الصنعة مختلفة. فمن الصانع؟ إنه الله يخلق ما يشاء ويختار. ابن آدم
تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك، على قطب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. ثم أما بعد أيها الموحدون، من تواضع لله تعالى رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. التواضع هو الخضوع والإذعان لله رب العالمين، ولذلك ينادي مولانا في الحديث القدسي الجليل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. اسمع يا عبد الله ماذا تقول سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تكلمت هذه الصورة عن رجلين ملأ بقاع الأرض ظلما وطغيانا وكبرا وفسادا، أحدهما غره ماله والآخر غره سلطانه. أما الذي غره سلطانه فهو فرعون، والذي غره ماله فهو قارون. ثم جاءت الآية: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. البقاء لمن؟ والعظمة لمن؟ والكبرياء لمن؟ والسلطان لمن؟ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. أتدري يا عبد الله ماذا يقول لك الملك وأنت نائم على خشبة الغسل؟ يا ابن آدم، أين سمعك ما أصمك؟ أين بصرك ما أعماك؟ أين لسانك ما أخرسك؟ أين صوتك الشجي ما أسكتك؟ أين ريحك الطيب ما أنتنك؟ أين حركاتك ما أسكنك؟ أين أموالك الكثيرة ما أفكرك؟ حتى إذا ما وضعت في القبر لتقضي أول ليلة في قبرك، هذه الليلة التي بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وصنفت فيه مصنفات، هذه الليلة تنام وحدك فريدا مسكينا ليس لك يومها إلا الله عز وجل. ينادي عليك الملك: يا ابن آدم، أجمعت الدنيا أم الدنيا جمعت؟ أتركت الدنيا أم الدنيا تركت؟ استعددت للموت أم المنية عاجلت؟ يا ابن آدم، خرجت من التراب وعدت إلى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب. حتى إذا ما انفض عنك الناس انفض الأهل والأصحاب والأولاد والزوجة، الزوجة التي لطمت الخد على زوجها، الزوجة التي شقت ملابسها. أتحدى أن تنم معك ليلة واحدة في قبرك. انفض الناس من حولك وينادي عليك مالك الملك وملك الملوك الله عز وجل: عبدي رجعوا وتركوك، وفي التراب وضعوك، وللحساب عرضوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا أموت. من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله. كان للإمام مالك بن دينار جار سيء الخلق
أسرف على نفسه في المعاصي. وحينما مات هذا الجار وذهب به إلى المسجد ليصلى عليه صلاة الجنازة، وحينما قدموا الجثمان إلى القبلة ليصلوا عليه صلاة الجنازة، وعلم الإمام مالك بن دينار أن هذا الجثمان هو جثمان العاصي، اقشعر بدنه وقال: يصلي عليه أحد غيري فأنا لا أطيق الصلاة عليه لكثرة معاصيه. ولما أن نام الإمام مالك بن دينار ليلته رأى ذلك العاصي في المنام وقد لبس من نعيم الجنة أسواب من نعيم الجنة، وجده متنعما في نعيم الجنة، فقال له: ماذا صنع الله بك؟ قال له: يا سيدي، لما رفضت الصلاة علي امتلأ قلبي خوفا وحزنا من عذاب الله عز وجل، وحينما امتثلت بين يدي الله للحساب قال لي: ماذا صنع معك عبدي؟ قلت له: يا رب أنت أعلم بما صنع. قال: إن كان عبدي طردك من بابه فإن بابي يقبل التوابين ويعفو عن المذنبين. إلهي، ما زلت أعرف بالإساءة دائما ويكون منك الصفح والغفران، لم تنتقصني إن أسأت وزدتني، حتى كأن إساءتي إحسان، منك التفضل والتكرم والرضا، فأنت الإله المنعم المنان. عبدي، أطعتنا فقربناك وعصيتنا فأمهلناك، ولو عدت إلينا بعد ذلك قبلناك. إياك والكبر يا عبد الله. جلس رجل مع نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأخذ يذكر أجداده على سبيل الافتخار والكبر. رجل قاعد مع سيدنا موسى عمال بيعدله أجداده، جدي فلان كان كذا، وأبويا كان كذا، وعمي كانت سلطته كذا. ليس الافتخار عباد الله بالحسب ولا بالنسب ولا بالأموال، إنما الافتخار هو بالعمل الصالح والتواضع لله عز وجل. ونزل الأمين جبريل على سيدنا موسى وقال له: يا موسى، إن صاحبك ذكر 9 من أجداده كلهم في النار وهو عاشرهم. لماذا عباد الله؟ لأن التفاخر لا يكون بالحسب ولا بالنسب. الكبر قال فيه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أهذا كبر يا رسول الله؟ أمن الكبر أن يكون الرجل حسن الثياب وحسن النعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر هو غمط الناس وبطر الحق. يعني إيه غمط الناس وبطر الحق؟ غمط الناس يعني احتقار الناس. يبقى أنت لما تحتقر حد من الناس يبقى ده كبر، واللي عنده كبر هيدخل النار زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاء. هو غمط الناس وبطر الحق، أي عدم قبول النصيحة من أحد. لما واحد يجي ينصحك نصيحة لوجه الله ما بتاخدش بنصيحته. ولذلك توعد الله عز وجل همزه ولمزه، قال: ويل لكل همزة لمزة. وقال في موطن آخر: هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. الهماز وهو الذي يعيب على الناس، اللي الناس ما بتسلمش من لسانه، يشوف أي واحد يعيب عليه، ده الهماز.
واللماز هو الذي يطعن في أعراض الناس، اللي عمال بيسب الناس في أعراضها. سيدنا نوح أتاه رجل ذات يوم فوجد كلبا أسود اللون، فقال هذا الرجل ما أبشع لونه. حينما رأى هذا الكلب بصق عليه، أعزكم الله، شاف الكلب تف عليه. طب ده كلب يعني هو إيه يعني؟ هو الواحد هيخش في الكلب النار؟ أليس هذا من مخلوقات الله عز وجل؟ فأوحى الله عز وجل إلى نوح: يا نوح قل لهذا الذي بصق على الكلب أتعيب الصنعة أم تعيب الصانع؟ أنت بتعيب على مين؟ على الخالق ولا على المخلوق؟ نبي الله عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام جالسا ذات يوم مع بعض الحواريين، قاعد مع بعض الحواريين فرأوا كلبا ميتا. الأولاني قال إيه؟ ما أنتن ريحه، ريحته مش حلو. الثاني قال إيه؟ ما أسوأ منظره. الثالث قال لك ما أبشع لونه. خد بالك، ما هي الكلمة تدخلك الجنة يا إما تدخلك النار. سيدنا عيسى عليه السلام قال إيه؟ ما أجمل بياض أسنانه. بص لأحسن مكان في جسد الكلب وذكره: ما أجمل بياض أسنانه. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تهتك به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. كن يا عبد الله من المتواضعين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتواضعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزرع. المتكبر اللي ماشي عمال يدب على الأرض ويقول يا أرض تهدم عليك جدي، أنت هتكون زي مين؟ فرعون. عمل إيه فرعون؟ وعمل إيه قارون؟ هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. قال إيه فرعون؟ فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. عمل إيه فرعون؟ ومهما الإنسان يعيش ويتكبر على مخاليق ربنا مصيره رايح فين؟ مصيره في القبر. بعدما كان ينام على وسائد من الحرير سيتوسد التراب. لماذا الكبر عباد الله؟ لا تتكبر فللكون رب أكبر. ما تتكبرش على مخاليق ربنا، يمكن اللي انت بتتكبر عليه ده هو أحسن عند ربنا منك. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الإنسان بعمله يوم القيامة. يحشر المتكبرون يوم القيامة كأمثال الزر فيطأهم الناس بأقدامهم. أنت عارف يعني إيه الزر؟ النمل. أنت ماشي نافق نفسك في الدنيا، ربنا هيذلك يوم القيامة وهيخلي جسمك قد النملة. ومش كده وبس، فيطأهم الناس بأقدامهم، هيدوسوا عليك كمان. ولنا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على التواضع. رباهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحتقروا أحد مهما كان. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر ومن يكون عمر؟
هو الرجل الذي فرق بين الحق والباطل. عمر بن الخطاب الرجل الذي قال عنه النبي: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. عمر الرجل الذي قال: لو أن مناديا نادى يوم القيامة وقال كل الناس يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. سيدنا عمر بن الخطاب كان وزير عدل في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. تخيل وزير عدل، شوف بقى المنصب. فسيدنا عمر قال يعني نطلع نبحث في المدينة كده، ندور لو حد مظلوم ننصره، حد عايز حاجة نعملها له. ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الوزير، وزير العدل. ما قعدش على الكرسي بتاعه وأمر أعوانه إن هم يلفهم، لا، سيسأل عن ذلك عمر. سيدنا عمر الذي مر ذات يوم بدار رجل وهو يقرأ قول الله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. سيدنا عمر روح مرض، لما سمع الآية ديت مرض فيها شهر. وقفوهم إنهم مسؤولون. هتقف قدام مين؟ هنقف قدام ربنا. الإنسان لو استشعر المشهد دهوت والله ولا هياكل ولا هيشرب. هتقف قدام ربنا، هيسألك عن كل حاجة، هيسألك عن أولادك وزوجتك، هيسألك عن نفسك، هيسألك عن الكلمة اللي بتطلع من لسانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فسيدنا عمر ماشي في أطراف المدينة فوجد خيمة، لقى خيمة كده في جانب المدينة، فاستأذن على صاحب الخيمة ودخل، فوجد امرأة عجوز عمياء فقيرة، فقال لها: السلام عليك يا أمة الله ورحمة الله وبركاته. قالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال لها: من الذي يقوم على خدمتك؟ من اللي بيخدمك؟ قالت له: كان لي ولدا ولكنه استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر قال لها: خلاص، أنا الذي سأقوم على خدمتك، ولكن اجعلي هذا سرا بيني وبين الله. ما راحش فضح الدنيا وقال ده أنا هنروح نخدم المرأة دهيت، سيبنا عشان هنروح نخدم المرأة دهيت، بيفضح الدنيا. لا، ناس كانوا بيعملوا من الخير خفاء ما حدش يعرف بيهم. وهو مين؟ وزير عدل، هيشتغل خدام عند امرأة عجوز عمياء فقيرة. يجي سيدنا عمر يكنس الخيمة ويرشها ويحط قدام المرأة طعام الفطار ويسيبها ويمشي. الظهر يدن يجي لها يحط لها الغداء ويرجع، يحط لها العشاء ويرجع. غاب على كده 3 أيام. يجي في اليوم الرابع يلاقي ايه؟ يلاقي الخيمة مكنوسة ومرشوشة والمرأة قاعدة عمالة بتاكل. طيب مين اللي عمال بيحاربني في العمل بتاعي؟ ومين اللي جاي يقاسمني في الخير ده هو؟ عشان كده ربنا بيقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما نفهموش الآية غلط. تتنافس مع غيرك ازاي في الشر؟ لا، تتنافس مع غيرك ان غيري عمل معصية نعمل زيه، لا، تتنافس معاه في الخير. يجي سيدنا عمر يختبئ خلف صخرة، لازم نشوف مين اللي جاي يقاسمني في الخير بتاعي. وإذا يكشف الستار عن من؟ عن رجل قال فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت من؟ لاتخذت أبا بكر خليلا. قال له: أنت يا خليفة رسول الله، والله ما سبقت أبا بكر إلى شيء إلا سبقني إليه. فيا عبد الله كن من المتواضعين. تمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تشبه بالرجال وإن لم تكن منهم، إن التشبه بالرجال فلاح. عبد الله البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين. أحمدك ربي وأستعين بك وأستغفرك وأستهديك وأسترضيك وأؤمن بك وأتوكل عليك. أحمدك ربي فأنت المحمود وأنت للحمد أهل، وأشكرك فأنت المشكور وأنت للشكر أهل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك. ثم أما بعد، عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلف الناضح. شوف التواضع بتاع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم، ومش هنطول عليك نختم بداية. سيدك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلف الناضح، يعني أعزكم الله كان بيوكل الدبة اللي هي بتستخدم في سقيا الماء، وكان يقم البيت، كان بيكنس البيت، وكان يحلب شاته. أظن ما فيش تواضع بعد كده. وكان يأكل مع خادمه، كان بيأكل مع الخادم بتاعه، مش يقول له لا أنا سيدك وما تاكلش معاه، لا، وكان يأكل مع خادمه. وكان يخصف نعله، كان أعزكم الله بيخيط الحذاء بتاعه بنفسه. وكان يرقع ثوبه، بيرجع الثياب بتاعته. وكان يطحن عن خادمه إذا أعيا، الخدام بتاعه لما كان بيعيا كان بياخد الشعير يروح يطحنه، ولا يمنعه الحياء من أن يرفع الشعير على ظهره على عاتقه. إنها أخلاق أنبياء عباد الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان متواضعا. رؤي ذات يوم وهو يحمل حزمة من حطب على عاتقه، فرآه أحد الناس وقال له: يا أمير المؤمنين، ما الذي حملك على ذلك؟ أنت أمير المؤمنين، ما ينفعش إن أنت تشيل الحاجة بنفسك، أنا نشيلها لك. قال له: لما أتاني الوفود سامعين لما أقول. قول وأنا قاعد كده لما لقيت الناس جايين لي من كل بلد عشان يسمعوا اللي أنا بنقوله، دخلت نفسي نخوة، الكبر دخل لي، فأردت أن أكسر ذلك الكبر. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أتاه ضيفا ذات يوم وهو يكتب. دخل عليه ضيف وهو عمال بيكتب، وكاد المصباح أن يطفأ، اللمبة اللي هو مشغلها خلاص الزيت اللي فيها هيخلص. فقال الضيف: فقمت لأصلح المصباح فمنعني أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قلت له: أصلحه بنفسي يا أمير المؤمنين؟ قال له: لا، ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. أنت عندك ضيف، مش من الكرم أن أنت تقول له قوم اعمل الحاجة الفلانية، ده البيت بيتك، لا، ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. فقام وأصلح المصباح ووضع به الزيت، فقال له: قمت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ أنت قمت بنفسك؟ قال له: نعم، ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر، ما نقص ذلك مني شيء. وخير الناس من كان متواضعا لله عز وجل. يا مدعي الكبر إعجابا بصورته، انظر خلاك فإن النتن تثريب. لو فكر الناس ما في بطونهم، ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. هل في آدم مثل الرأس مكرمة، وهو ب5 من الأقذار مضروب. أنف يسيل وأذن ريحها سهك، والعين مرفضة والثغر ملعوب. يا ابن التراب ومأكول التراب، غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر بفضلك إسلامنا، وأهلك الكفرة أعداءنا، وول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا.
ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.